النهاردة قررت أعلن حالة الطوارئ في البيت استعدادا لاستقبال العام الدراسي الجديد. لو انتي زيي بقى رابطة كل بداية جديدة، سواء مدارس سواء أعياد سواء رمضان سواء حتى الشتاء، رابطة كل الحاجات الجميلة دي بالنظافة. تأكدي ان الفيديو ده ان شاء الله بإذن الله هيفيدك وهينفعك جدا. وأهم حاجة، أهم من الرغاوي والحاجات اللي احنا بنشوفها، النظام ثم النظام ثم النظام. لو مشيتي بنظام تأكدي ان روتينك هيكون ناجح ان شاء الله بإذن الله. النهاردة هوريكي ازاي ان احنا هنمشي بأعصاب هادية جدا، وفي نفس الوقت النتيجة انا شايفة انها بيرفكت. يلا بينا على الفيديو. السلام عليكم حبايب قلبي، شيماء، ازيكم؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا كويسين وفي احسن حال ان شاء الله. حبايبي وحشتوني من اخر فيديو. النهارده جايلكم فيديو جديد، اتمنى ان هو يعجبك ويشجعك باذن الله. في البدايه بقى حطي كده لايك للفيديو قبل ما تنسي، ويلا بينا نبدا الفيديو. النهارده عندنا رغي كتير جدا، على فكره اللي هيجري الفيديو او هيقطعه بجد هيخسر كتير قوي. ركزي معايا في التفاصيل عشان فعلا التفاصيل بتفرق. في البداية كده عايزة اقولك ان يومي بدأ بدري، بدأ من الفجر. انا كنت صليت الفجر وقعدت اقرا شوية في سورة البقرة، باخد كل يوم كده كام صفحة. تمام. واول حاجة قمت عملتها الاكل. حد يا شيماء يعمل اكل الفجر؟ شفتوا بقى النشاط. النهاردة انا كنت ناوية ان شاء الله بإذن الله ان انا حاطة في دماغي كذا حاجة هعملهم، يعني هعملهم مفيش جدال فيهم، وتعرفي انا هعمل ايه دلوقتي. فانا كنت مطلعه لحمه مفرومه من بالليل، كنت عايزه اعملها حواوشي. في الاخر اتفقوا ان هم عايزين مكرونه بالبشاميل. انا والله ما كان فارق معايا الاتنين، زي يعني عادي، يعني كده هقف وكده هقف يعني. فطبعا انا عملتها معاكم كتير في القناه، يعني تقريبا 7000 مره. فخلاص بقى اختصرت الخطوه دي معاكم وعملتها كده مع نفسي، زي ما انتم شايفين كده سهله وبسيطه. واللحمه المفرومه ما حطيتلاش طماطم كده زي ما كنت بعملها ساعات كتيره جدا معاكم، لا بحب دايما في الصيف اعملها خفيفه كده من غير من غير طماطم ولا حتى صلصه بس. وخلي بالكم انا بعمل البشاميل على البارد. يا بنات انا عايزه اقول لكم ان بجد والله العظيم شكرا جدا على تعليقاتكم على الفيديو اللي فات، وكل اللي قالوا لي كل سنه وانتي طيبه. حبايبي انتوا روح قلبي، تسلموا لي وتسلم ايديكم اللي كتبت التعليقات الحلوه. واتمنى ان انتوا تكتبوا لي بقى تعليقاتكم كمان على الفيديو ده بعد ما تشوفوه وتقولي لي كده ايه رايكم. والنهارده عندنا حاجات ورغي كتير جدا جدا جدا. انا عايزه اقولك ان انا اتحديت نفسي وانا بصور الفيديو ده، لان انا مودي حرفيا مش مود اي حاجه في الحياه يا جماعه والله. بس انا مش فارق معايا القناه، بمعنى ان انا مش فارق معايا اتاخر او اغيب، بس انتوا اللي فارقين معايا. لان انا خلاص ابتديت التزم معاكم بروتين معين في تنزيل الفيديوهات، فمش عايزه اسيب نفسي المودي واقطع، بحاول ان انا اغير من نفسي في الحته دي، وانتوا اكيد فاهمين شيماء بتتكلم عن ايه. المهم يا بنات عملت الصينيه، كنت هسويها وبعدين قلت انا هسويها واسخنها ليه لما نيجي ناكل هبقى ان انا اعملها، فسبتها تبرد ودخلتها التلاجة، وما جينا ناكل بقى حطيتها في الفرن على طول. ايه يا شيماء ده؟ تركزوا معايا عشان الفيديو ما يجريش مننا. بصوا بقى يا بنات، دي ستاير البلكونات اللي انا اول ما اتجوزت كنت حطاها. البلكونتين عندي على فكره كان فيهم ستاير داير ما يدور في البلكونتين. تمام. البلكونه الصغيره ستايرها دابت من الشمس وكده ورمتها، كانت نفس الستاير دي بالظبط. دي بقى ستاير البلكونه التانية. خلاص الستاير دي كانت عندي تحت السرير. هي دي يا شيماء الستاره؟ لا، الستاره دي في واحده تقريبا هي قدها بالظبط نفس المقاس، يعني انا عامله البلكونه داير ما يدور ستارتين لفين كده. فانا قلت اعمل ايه بقى؟ قلت اطلعهم استفيد بيهم، ومش مشكله ان انا الف البلكونه داير ما يدور. حته ان انا بس حطيتها كده متوسطنه، عايزه اقول لكم ان هي حققت لي الحاجه اللي انا كان نفسي فيها جدا 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 والله بجد. مش بصوا اللي متهيألي مجرب ستاير البلكونه تعرف احساس فعلا الستر، فاهميني؟ احساس يا جماعة جميل جدا جدا جدا. دي بقى الستارة التانية. حبيت بس اوريكم ان انا كنت عاملاهم، او ماما الله يرحمها يعني كانت عاملاهم لي على شريط عادي زي ما انتوا شايفين. ايه كانت مشكلة الستاير دي معايا؟ اولا هي قصيرة مش طويلة، ثانيا كانت بتتفك وبتطلع من الحلقات فكانت بتقع. انا بقى عملت ايه؟ اما وقفت علقتها يا بنات، دي الستارة التانية مش اللي متعلقة، ابتديت ان انا اقرب بالزرادية على الحلقة. انتوا فاهمين طبعا ازاي لما تكوني انت عايزة تقفلي حاجة، لما تكوني انت عايزة تقفليها وتقرطيها بسم الله ما شاء الله ما بتقعش خالص رغم ان فيه هوا وكده.
فالحمد لله حققت المعادلة اللي كانت تعباني، ولكن هي قصيرة زي ما انتوا شايفين. في نفس الوقت ده مش قماش ستاير اصلا بلكونات، ده قماش معرفش يعني، كان قماش عادي يعني. المهم يعني طبعا ماما حبيبتي الله يرحمها ويغفر لها ويسامحها، يعني كتر الف خيرها طبعا، هي اللي كانت جايباه. فعايزه اقول لكم كنت شايلهم تحت السرير فاستفدت بيهم وطلعتهم، وعايزه اقول لكم ان هم مفرحيني جدا، وممكن يكون ده وضع مؤقت لحد ان شاء الله ما اعمل الستاير اللي في دماغي. وانا كده بقيت يا بنات مستريحه نفسيا جدا، اللهم لك الحمد. تعملي بقى ايه يا شيماء دلوقتي؟ وريكم الستاير والكلام ده كله وفهمتكم الدنيا فيها ايه. طبعا بدأنا مع بعض التنظيفات العميقة من فيديوهين كده ولا حاجة، ولا 3 فيديوهات. ليه يا شيماء بقى ما كملتيش؟ والله يا بنات ان ظهري وجعني جدا، فقراتي الأخيرة تعباني ومسمعة في رجلي الشمال حرفيا، أنا مش عارفة أنام، لا عارفة أنام على الجنب ده ولا الجنب ده، ولا في أي حاجة مريحاني، ولا في أي مسكن مريحني، في نار في رجلي حرفيا. تمام. ومش عايزة أدخل معاكم في تفاصيل الموضوع ده. المهم يا بنات جبت البرشام ده دمرة، كان الدكتور قبل كده كان كاتبهولي، وكان كاتب لي حاجات كتير لأني أنا مريت بوعكة صحية كده في شهر على فكرة هو زي الأيام دي السنة اللي فاتت. ربنا ما يوريكم أنا بجد كان إيه اللي حاصل لي. كنت حرفيا يعني مش عارفة أقول لكم إيه، بقوم وبقعد بالسويت، يعني محدش كان حاسس بيا غير ربنا سبحانه وتعالى. فاللهم لك الحمد على كل حال. الوجع ده للأسف رجع يتجدد ويجيلي تاني. مش عارفة ليه. زي ما انتوا شايفين انا مش بعمل حاجات صعبة، ولا انا بشيل يعني البلاط من الارض، ولا بشيل الدواليب، ولا مش عارفة. بس انا هقول لكم على حاجة بصراحة. اليوم اللي انا عملت فيه معاكم السرير وتنظيف تحت السرير، وكنت بشد الحاجات وبمسح وكده عشان ألم الأوضة، الكومودينو مش اللي جنب السرير، الكومودينو التاني، انا عندي كده بلاطة كده سيراميكا غارزة في الارض، فكانت الكومودينو معصلك فيها، فانا بزقه برجلي. انتوا فاهمين؟ عارفين لما بنزق حاجة بمشط رجلينا؟ فتعافيت على نفسي برجلي الشمال اللي هي اصلا وجعاني. تمام. فانا لما زقيته، يعني عارفين لما حاجة تخنكوا كده، يعني تاخدوها كده على غفلة، فحصل لي حاجة من ساعتها بقى وانا مش كويسة خالص. المهم يلا بقى نفتكر مع بعض احنا عملنا ايه للناس الجديدة اللي ما حضرتش معانا التنظيفات بقى بتاعت الأوضة. انا بقى في يوم كده كنا برضو الفجر ساعتها لو تفتكروا الفيديو ده ممكن احطهولك على فكرة اللينك بتاعه في اول تعليق. قمت انا والبنات كده هوبا يلا رحنا قايمين عاملين تحت السرير عندي كمان في صحارة، نظفت بالمكنسة وظبطت الدنيا. لو عايزة تشوفي الفيديو بالتفصيل اسيبهولك في اول تعليق مثبت عشان تتشجعي معايا. فبالراحة كده يا جماعة، واحدة واحدة، زي ما انتوا شايفين كل حاجة بتخلص من غير ما نضغط على نفسنا ونضغط على صحتنا ونضغط على عيالنا ونضغط على البيت كله عامة. بالراحة واحدة واحدة كل حاجة. اديكوا شايفين اهو، انا مش بتكلم وخلاص، انا ماشية معاكم بالصوت والصورة. تمام. دي بقى الحاجات اللي احنا غسلناها مع بعض الفيديو اللي فات، كانت نشفت فرحت مطبقها كده معاكم وشلتها في مكانها. وعايزة اقول لكم ان انا بالمرة وانا بشيلهم رحت ماسكه الرف بتاع الكابرتات والكلام ده، رحت ماسكاه منزله مطبقه وحطه في نفس اليوم. بحب كده ان انا اطبق الكابرتات اللي هي الفايبر دي واحط الاكياس الخداديات بتاعتها ايه جواها. المهم يعني يا بنات، فاللهم صل على سيدنا محمد. ده كده بقى يومنا الجديد. موضوع السرير ده كنا بنراجع الفيديو القديم عشان بقولك لو حد جديد معايا وكده. بس يا بنات فعشان كده وقفت شغل. وفي حوار كده يخص برضو فيروز بنتي مزهقني جدا ومقريفني جدا. يعني كنت حكيت لكم ان انا بعمل لها كيف رجليها وجلسات كده عشان الحاجات اللي كنت طالعه لها في قدم رجليها من تحت. للاسف مع اني مكنتش عايزه اتكلم في الموضوع ده، بس انا عايزه اقول لكم ان الجلسه التانية كانت وحشه جدا، واصلا اتخانقت في المستشفى وزعقت وحاجات كده بجد والله العظيم. اصلا فيروز رجليها حرفيا اتحرقت. يعني ربنا ما يوريكوا، انا نظرا والله مش عارفه يعني، مش عايزه اذي حد يعني فاهمين، عشان مش كل الناس بتستحمل. كنت حطيت لكم منظر رجليها والله العظيم يا جماعه. هتقولوا لي يا شيماء الله يكون في عونك، والله يكون في عونها قبلك. فالموضوع ده يعني طول شرحه كده مش هينفع خالص نتكلم فيه. يلا بينا على الفيديو. بصوا يا بنات، انا النهارده قايمه عايزه انزل الستاير، عايزه اغسل كفر عندي كنت ركناه
ساعة العيد الكبير، طبعا العيد الكبير ما كانش من بعيد قوي، كنت حاطه الكفر ده بس ما غسلتوش، كان الوقت ضيق كده، فرحت فرشه السجاده وحاطه الايه يعني شايله الكفر وحاطه السجاده مكانه وما غسلتوش وركنته على كده. كل واحده فينا عندها حاجه عايزه تعملها غير التانية. يعني انا بقولك انا عندي بطانيه، ليه شيماء البطاطين؟ لا انا البطاطين كلها اتغسلت، وكنت قايله لكم ان انا عندي بطانيه واحده بس ما اتغسلتش، علشان وقت ما كنا بنشغل التكييف الجو الحر قوي ده كنا دايما بنفرش بره، وساعات كنا بنفرشها في الارض وبنقعد نتفرج على فيلم مش عارفه ايه، فدي الوحيده اللي اتاجلت معايا. فبصوا بقى يا بنات، صاحيه انا مش هقولك اعملي، مش عايزه اقولك الصيغه دي، انا هقولك انا بعمل ايه خلاص. فانا قمت، بصوا بقى، انا من زمان قوي، من زمان وفيديوهات كتيرة متكررة، انا بنفس شخصيتي ما بتتغيرش، تنظيفات عميقة، ما عنديش حاجة اسمها اقلب الدنيا. من يوم ما اتجوزت بقالي 12 سنة، عيد جوازي على فكرة 29/8، تمام. عايزة اقول لكم عمري في حياتي ما وقفت الشقة على رجل، والله العظيم بقلب الدنيا وانتوا بتشوفوني معاكم وكأن شيئا لم يكن. ازاي بقى يا شيماء بتعملي المعادلة الصعبة دي؟ زي ما انتي شايفة كده، ان انا قمت بمارس يومي عادي جدا، بفطر، بشوف ورايا ايه، هشغل الغسالة، هروق السرير. مش معنى ان انا هعمل تنظيف عميق يعني مش هقوم اروق، مش هقوم افطر ولا افطر ولادي والدنيا هتتقلب. اليوم ببقى ماشية عادي، ولكن الحاجات اللي انا هعملها بتكون المهام اللي انا عايزة اعملها حاجات محددة عندي، 1 2 3، ورغم ذلك الدنيا بتفتح منك، بس مش هتفتح قوي زي ما تكوني انتي مش مخططة. حلو كده، هنتكلم اكتر في التفصيلة دي قدام شوية، وانا عارفة هقولها لك امتى. يعني بتعملي بقى ايه يا شيماء؟ بعمل القنبلة الموقوتة، درج الكومودينو اللي جنب السرير ده زي ما انتوا شايفين. انا لو عليا الحمد لله رب العالمين، عارفه نفسي، واثقه من نفسي والله، يعني زي ما انتوا شايفين كده حاجاتي معينه. اللي بيوصل الدرج كده ولادي، يعني بيخدموني لما بقول لهم روقوا، اي حاجه بتقابلهم بيحطوها زي ما انتوا شايفين. فالمهم ده كان من ضمن الحاجات اللي عايزه اعملها، واسفه طبعا على بشاعه المنظر، ولكن انا مش حابه ان انا لا يعني حته المثاليه وان انا يعني اوريكم الحاجه الواو، لا انا بوريكم الحاجه الحقيقيه. لقيت الكارنيه بتاع الجامعه معايا، قلت اوريهولكم واشارككم ذكرياتي. المهم يا بنات، فيلا بقى انتي كمان معايا، تمام. اكيد كلنا عندنا درج في البيت كده بيشتكي. لازم يا بنات نهتم زي ما بنهتم بالنظافه والرغاوي والكلام ده كله، ونهتم بالادراج والحاجات الداخليه، الداخلي زي الخارجي بالظبط. بصي بقى، تفتحي دراجك، تعملي زي ما انا بقى عملت كده، وصولات قديمة قطع وارمي، تحاليل قديمة قطع وارمي، شرايط برشام فاضية قطع وارمي، براشيم اكسباير ارمي. فاكيد هتلاقي حاجات كده زي ما انتي شايفة. حاولي انتي بقى تركزي، انا طبعا مسرعه لكم الفيديو 5x، فانتوا بقى حاولوا ان انتوا تركزوا. الدرج الاولاني ده بحب احط فيه كده اندكساتي، اذكار الصباح، السبح بتاعتي، اللي بيوصلوا كده زي ما قلت لكم. توك للبنات بقى، الوان، اقلام. بصوا يا بنات، الورقه دي بخط ماما الله يرحمها، فيها الصلاه على النبي اللي هي الصلاه الكبرى. عايزاكم توقفوا الفيديو، تبقوا تاخدوها سكرين شوت وتقروها. في الورقة الأولانية اللي هي اللهم صل على سيدنا محمد سيد الحامدين، كل مرة تقولي اللهم صل على سيدنا محمد وتاخدي الاسم، الحامدين الشاكرين الراكعين الساجدين المستغفرين. جميلة جدا جدا. وفي الظهر برضو في كده صلاة جميلة كده ان انت تصلي 12 ركعة، ولو انتوا وقفتوا الفيديو هتقروها وهتشوفوها. وفي الركعة الأخيرة تسجدي وتقولي الحاجات اللي هي مكتوبة في الورقة دي، حاجات جميلة جدا. وهوريكم دلوقتي يعني الكلام ده كله لتيسير الأمور وقضاء الحاجة والكلام ده. فربنا يا رب يقضي جميع حوائجنا. وبتكلم بسرعة نفس سرعة الفيديو، ودي مشكلة فيا. بصوا يا بنات، دي برضو ورقة بتاعت ماما الله يرحمها، يعني اللي هي آيات فك السحر. فحبيت ان انا اوريها لكم، ممكن توقفي وتاخدي سكرين شوت وتقري الآيات دي، جميلة جدا. 16 نقطة او 16 آية. اللهم صل على سيدنا محمد. زي ما انتوا شايفين الحاجات دي كلها اصلا بخليها كده جنبي، بحب اقراها فبحطها في البتاع ده. طبعا ده تفتيش من ولادي، عشان كده كل حاجة اتفتحت زي ما انتوا شايفين.
المهم يا بنات، النكش بقى بتاع العيال والحاجات اللي انتوا فاهمينها دي خلصت. المهم الدرج الاولاني ظبطته زي ما انا عايزه، كل واحد يعمل بقى الحاجه اللي هو عايزها بطريقته. المهم شغلت المكنسه معايا اللي هي البتاع البلاستيكه دي، شفطت بيها كل حاجه اهو زي ما انتوا شايفينه. برضو في الدرج التاني، الدرج التاني ده لقيت فيه جواب كان جاي لاحمد اخويا. انتوا عارفين طبعا، ربنا يحميه يا رب ويجيبه بالسلام. محمد ايه اخويا مسافر بره مصر. الجواب ده يعني هو نزل اجازه ومشي ونسيت اديهوله، انا عارفه ان هو بيتفرج عليا. ليك يا احمد عندي جواب. انا هبقى افتحه بقى ايه وانا بكلمك فيديو واوريهولك اما نشوف فيه ايه. المهم تمام، هو مش معنى ان هو اخويا افتح حاجته، هو حاجه جات لي فهي مقفوله يعني. انا مش عايزه اقول لكم الجواب ده بقى له مثلا مش عارف يعني 6 7 8 شهور يعني. المهم يا بنات، اخر درج بقى معايا. الدرج ده زي ما انتم شايفين. ايه شيماء ايه شيماء ايه ده بصوا الخشبتين دول بتوع كرسي التسريحه، الله يبارك لهم ولادي طبعا، ربنا يحميهم يا رب، كسروهم لي. انت كل حاجه شيماء بتجيبها في ولادك اقسم بالله. لا انتوا اكيد فاهمين، والله العظيم انتوا اكيد حاسين وفاهمين. الدرج ده يا بنات في حاجات تخص الستاير. السجق مثلا كان في حته كده ربع متر مش عارفه زياده، السجق اللي هو بيتدق في البلتكينه. اللي هي الشرابه دي اللي هي بتلم الستاير كان في واحده زياده. مش عارفه. المهم انا مش عارفه اعمل ايه اصلا بالسجق ده. المهم مخلياه لان انا عندي ولادي بسم الله ما شاء الله يعني طالعين عندهم حته فنيه، فبقول يمكن هم اما يكبروا شويه يستفيدوا بالحاجات دي، يعني يعملوا بيها حاجه فنيه مش عارفه ايه. لكن هي هتنفعني في اي حاجه في الستائر لا طبعا. وكان عندي برضو اللي هي الشرايط بتاعه اسمها ايه، اللي هو الشريط ده اللي بتحط فيه الكوباج برضو، ما مش عارفه، كانت ماما الله يرحمها مكتره في الحاجات، فالله اعلم ممكن ينفعني في يوم من الايام فهخليه. ولكن انا ما بحبش الكركبه، بس حاجه زي كده هعمل بيها ايه، مضطره ان انا اخليها فاهمني. الكومودينو ده يا بنات عشان جنب السرير بجد بيقاسي بسم الله ما شاء الله، ان لو شفتوا الكومودينو التاني تحس ان هو لسه جاي من الدهان. ده بيبوظ ليه بقى؟ ساعات الولاد بيبقوا داخلين غصب عنهم عشان هو في دخلة الباب بيخبطوا كوبايه بيدلقوها. ممكن اي حاجه يعني، مش لازم ميه، لا مش كوبايه، ممكن كوبايه شاي بلبن، ممكن كوبايه نسكافيه. فللاسف الخشب بتاعه اتأثر، ودي حاجة انا ما بحبهاش، وانتوا عارفيني انا بحب احافظ على الحاجة جدا، بس في حاجة كده بتبقى غصب عن الواحد، وكتر خير الدنيا يا جماعة. مسكت بقى يا جماعة ملمع الاخشاب بتاع فريدة اللي انا قلت لكم عليه بيجيب لي كرشة نفس ده. انتي قلت لنا يا شيماء تبقي تستعمليه بطريقة معينة، لا ما استعملتوش برضو بالطريقة المعينة، هقولها لكم الفيديو الجاي معلش. هنا كنت محتاجة بخ، مع انه هو مشكلته في البخ، وانا قلت لكم ان انا مش هجيبه تاني. مش قادره اوصف لكم، هو مش ريحه العود، لا هو مش ريحته، هو فيه مسك. لا يا جماعه ريحته صعبه قوي، ريحته قويه بطريقه لا لا لا، لو انت عندك حساسيه ما تجيبيهوش يعني، لا في حاجات كتيره احلى منه. خلاص خليت فريده جابت لي شنطه، ورحت لما فيها حاجه الستاير دي، وكان في البوم كده ومش عارفه ايه. الدرج الاولاني برضو يا جماعه كان في ميداليات وتوك وصور وكده، الحاجات اللي انتوا شفتوها معايا دي. تقريبا الموضوع الكومودينو ده خد معايا حوالي 14 دقيقة، فانا اختصرته لكم في الموضوع ده. لميت الكومودينو ده كان انجاز بالنسبة لي، وكنت مستريحة نفسيا جدا. ايه بقى يا شيماء ده؟ بصوا بقى، قلت لفريدة ناوليني يا فريدة السلم كان في البلكونة مطرح ما كنت بعلق الستارة، كان لسه موجود. قالت لي ماما انا اقف انا اعمل لك الستاره. طبعا كلمتكم قبل كده في موضوع ان لما الطفل يبقى عايز يعمل حاجه مش هتاذيه في حاجه، مش كل حاجه نقول له لا. قلت لها فريده انا خايفه عليكي لحسن تقعي، ما تخافيش يا ماما همسك نفسي مش عارفه ايه. فبصراحه اصلا فريده اول مره يعني تعمل معايا موضوع الستاير ده. خلي بالكم هي تحتيها السرير، فهي اصلا يعني هي طلعت على السرير، ومن السرير على درجه السلم، فهي مش عاليه قوي زي ما انتم متخيلين يعني. طبعا ما عرفتش تكمل، وقفت لحد ايه، لحد كده. بتعملي بقى ايه يا شيماء؟ انا يا جماعه عندي غسيل زي ما انتم شايفين، كام غيار بتوع الولاد مع فطين على بشكرين كلهم فواتح، رحت واخداهم ايه مع بعض. وعايزه اقول لكم قبل دوره الغسيل دي كان عندي دوره تانية فيها برضو حاجات وفرش بتاع الركنه، بس انا عايزه اقول لكم فرش الركنه ده ما فرش يعني ما نشرتهوش، حطيته نطورته كده بره على الانتريه. ليه بقى؟ خدي بالك من موضوع الغسيل، ما ينفعش ان انا ابقى عايزه اعمل تنظيفات عميقه ومعنى كده ان انا الاقي نفسي كومت غسيل وكومت مواعين وبهدلت الدنيا، وهنا كركبه وهنا كركبه.
انا بمشي وبتحدى نفسي ان انا امشي اخلي الموضوع عادي جدا جدا. ما ينفعش ان انا ابقى فرحانه ورغاوي وستاير وبنزل واساسا باسكت الغسيل يتملي قد كده. انا كشيماء هتكلم عن نفسي، انا بتعب نفسيا. بصوا بقى هنا بوريكم ان انا بقى عملت ايه. بصوا يا بنات، شغلت المكنسه على الجزء ده الاول اللي هو في السجاده الحمراء اللي انتوا عارفينها، ورحت عادي بقول لكم روتين عادي جدا، ورحت زايحه الركنه زي ما انتوا شايفين، لان انا عايزه المساحه دي هغسل فيها الكفر اللي هو بديل السجاد اللي انا بقول لكم عليه. هو اصلا بديل سجاد مش كفر يعني، لان هو ما بيتحطش فوق السجاد، فهو مش كفر، هو بديل السجاد. خلاص بس كده زقيت الركنه. وهنا بقى بوريكم الدنيا ماشيه يعني ازاي عادي جدا. زي ما انتوا شايفين كل حاجه عاديه. السرير روقته، رفعت عليه بس كرسي التسريحه. هو انا ليه بعيد تاني مش فاهمه، ما علينا خلاص. وعايزه اقول لكم في تفاصيل كانت ورا الكاميرا كتيره جدا. يعني مثلا السفره دي كان عليها حاجات عايزه تروح مكانها، مش عارفه مثلا شنطه كان فيها حاجات من السوبر ماركت عايزه تفضى، على ما اعرفش مشبكين غسيل ايه اللي جابهم على السفره، على ما اعرفش فرشه بتاعت فريده كانت مثلا واقفه بتتسرح عند الكونسول هناك. مكان كل حاجه مكانها 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 مكانها. قبل ما تحطي سلم وتقفي تنزلي ستاره او تغسلي سجاده، كل حاجه مكانها. غسيل يتغسل، حاجه عايزه تروح المطبخ تروح، حاجه عايزه تدخل دولاب تروح، غسيل عايز يتطبق. بصوا بقى هنا بقى ايه، كنت قاعده بشرب كوبايه نسكافيه وقاعده كده. قبل ما هقوم قلت يا بنتي ظبطي بقى دماغك عشان تقومي بقى ايه على المعركه. فريده وانا بروق لقيت كارت الميموري بتاعها كان في حاجات بتاعتها وهي صغيره. بصوا يا جماعه الفيديو ده، بصوا فريده عايزه اقول لكم ان انا فاكره الفيديو ده، انا اللي مصوراه لها. والله العظيم تحيات ربنا فاكراه كانه امبارح. فاكره جدا. هو كان في اوضه النوم، ركزوا كده هتلاقوه في اوضه النوم. يعني ربنا يحفظها يا رب، يبارك فيها واختها. عايزه دعوه حلوه بقى كده في التعليقات. يعني مش عايزه حاجه من الدنيا والله يا جماعه، غير ان ربنا يحفظ لي ولادي ويديم عليا نعمه الصحه والستر والعافيه، اهم حاجه. اللهم امين يا رب العالمين علينا كلنا ان شاء الله. طيب انا بقى دلوقتي كان فاضل الستاره اللي ورا التسريحه لسه هشيلها. بتعملي ايه يا شيماء؟ هزق التسريحه، فبالتالي لازم اشيل السجاده. فبالتالي قبل ما اشيل السجاده هكنس السجاده، عشان انا مش هغسل السجاده، فعشان لما اجي افرش تبقى السجاده جاهزه ايه ونضيفه على طول. وكذلك المشايه، وكذلك هكنس بعد ما زقيت الركنه. تمام. وطبعا عايزه اقول لكم ان انا نظمت الركنه، المفارش بتاعتها والكلام ده اللي هو الفرش بتاعها قبل ما ازقها. فاضل لي بس السجاده ومطرح ما الركنه كانت ايه محطوطه. تمام. وعايزه اقول لكم ان انا كنست المطبخ، كنست الحته اللي عند السفره دي. انا ممشيه يومي عادي. انا ما ينفعش اني ابقى مثلا بشتغل مع اصلا. هقول لكم على حاجه، لما بنشيل السجاد غصب عننا الدنيا بتتبهدل، تلاقي نفسك جبتي من هنا حطيتي هنا جبتي. وده برضو فايده الروتين اليومي يا بنات. يعني الروتين اليومي بيخليكي لما تيجي تقلبي الدنيا كده برضو الدنيا بتبقى نظيفه. فاهميني؟ يعني انتوا اكيد فاهمين انا عايزه اقول لكم ايه. يعني زي ما انتوا شايفين انا لسه الفيديو اللي فات مثلا كنت عامله معاكم الاوضه، اكيد ما زقتش التسريحه بس بكنس بنفض بقى مش عارفه ايه. لما اجي اعمل بقى تنظيف عميق زي ده الدنيا معايا هتبقى سهله. البلكونه مثلا انا مثلا بغسل الشيش بتاعها. مش هقول لكم عماله على بطال، عشان انا قلت لكم ان ميه التكييف اللي في البلكونه روقت على الشيش الصيف ده. فانا مش مستنيه مثلا اجي تنظيف عميق عشان ابتدي ان انا اغسل البلكونه، انا بغسلها على طول. فلما اجي اعمل حاجه زي كده تبقى سهله عليا. قيسي على كده بقى كل حاجه. زقيت التسريحه بالراحه جدا. عايزه اقول لكم اللهم لك الحمد والشكر، هو دمره ده ريحني بجد، بسم الله ما شاء الله، والله العظيم خلاني فعلا اقوم اقف. هو جميل، اكيد في ناس كتير عارفينه بس ما تاخديهوش. انا خدته عشان كان الدكتور كاتبهولي، يعني اتمنى ما حدش ياخده غير لما يكون تحت اشراف طبيب يعني. تمام. المهم يا بنات بقول لكم حطوا لايك ما تنسيش بصوا بقى زقيت التسريحه، كنست وراها قبل ما اقف انزل الستاره. يعني مش معنى ان انا هنزل الستاره وفي تراب في الارض انزل على التراب يعني. طب ليه؟ طب ما نكنس الاول ومعايا محدش يقول ايه لا المقشه حلوه في الظروف اللي زي دي. لا اوكي، لو انتي ما عندكيش مكنسه ماشي، لكن لو انتي عندك مكنسه لا، على فكره المكنسه مش لبخه ولا حاجه، يعني مش عايزين نكسل.
المكنسة نظافة، مش بتعفر الدنيا حواليكي، بتكنس كويس جدا، بتجيبي الاركان كويس جدا. انتوا فاهميني؟ بس هنا يا شيماء ايه ده بتعملي ايه؟ هنا كان عندي حاجات غوامق. انتوا عارفيني دايما بحب انقض الغسيل او افرزه، يعني فواتح وغوامق طول عمري. فكان عندي دورة غوامق خلصتها. انا واقفة بخلص غسيلي، مفيش حاجة اسمها ان انا هفضي الغسالة عشان هغسل ستاير. لا، الغسالة اللي فيها يخلص عشان نخلص. تفهميني؟ عشان لما تخلصي وتقعدي بسم الله ما شاء الله تلاقي نفسك فعلا يعني ما وراكيش حاجة. لو فرضا ان انت تعبتي يا ستي ومش قادرة تكملي، الدنيا ما هصتش منك. خلاص يا بنات، فبس كده. وانتوا عارفين طبعا الغسيل ده كركبة. خلاص رحت بقى فتحت شباك الصالة وابتديت دلوقتي ان انا هكنس بقى كده كويس جدا مطرح ما شدت الركنة، وهكنس السجادة بقى كنسة حلوة. يعني كنسة بقى بضمير، اللي هو علي شفط المكنسة، نزلي الفرش بتاعت المكنسة من تحت، اجردي السجادة، يعني خلي السجادة كده كأنها جاية من المغسلة. المهم يا بنات زي ما انتوا شايفين، انا دلوقتي كنت بحضر خلاص، انا كده نضفت حواليا، مسستمة الدنيا حواليا. هبتدي ان انا بقى انضف بقى المكان اللي انا هغسل فيه. ما ينفعش نقول طب ما احنا هندلق ميه بقى نكنس ليه؟ لا، ما هي الدنيا كده مش هتبقى كويسه. ان تراب يعني يختلط بالميه، انت اللي هتتعبي على فكره. اما لو يعني بس هو برضو ما يفضلش. كنت عايزه اقولك يعني لو الميه هتعرفي تشديها بالمساحه على مكان على طول او كده، اللي هو مطرح مثلا ما تشديها على الحمام او كده، يعني خلاص ما فيش مشكله. لكن انا عندي مش هعرف اعمل الوضع ده. انتوا هتفهموا ليه دلوقتي. كنت خايفه الميه تخرج هنا، فقلت اشيل المشايه بالمره اللي هي بره عند التلاجة. بس الحمد لله الميه ما خرجتش، وانتي هتفهمي دلوقتي ليه. هنا بوريكي غسيل اللي انا خلصته عادي جدا، غوامق اهو، الفواتح على اليمين والغوامق على الشمال، عادي عادي جدا. وطبعا طول ما احنا شغالين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، استغفري ربنا كتير جدا جدا. بجد عايزه اقولك ما تحاوليش تتكلمي في التليفون وانتي بتشتغلي، ما تقوليش اكلم حد يسليني. الخصله دي خصله وحشه وسيئه للغايه، وهلاك للصحه وفرهضه. وعايزه اقولك هدك على قلبك وهدك على عقلك، وعمرك ما هتعملي حاجه بتركيز. والله يا بنات كنت مشغله الراديو حتى مش التلفزيون، على محطه القران الكريم، وطول ما هو شغال انا بسمع وبستفيد. بتعملي ايه يا شيماء دلوقتي؟ هقولك بعمل ايه. بصوا يا بنات، الستاير البيضه عندي يعني غسلها رخم شويه، فاهميني؟ فانتي بتعملي ايه يا شيماء؟ خدتها الاول يا بنات دوره عاديه بميه بس وشويه كلور، نزلت ترابها. ما ينفعش الستاير الفاتحه تاخديها كده غسيل، لا انا لازم انزل الاول ترابها، وبعد كده باخدها بقى دوره بالمسحوق والكلور الابيض. برضو انا بستعمل كلوريل. خلاص وكده الستاير كده شغاله معايا. ابتديت دلوقتي بتعملي ايه يا شيماء يا جماعه؟ ميه سخنه من السخان على ضمانتي، اعمليها في اي حاجه. عندك بديل سجاد لونه فاتح، طبعا لو ركزتوا كويس هتلاقوا ان السجاده دي مليانه بقع مليانه بقع. عايزه اقولك طبقين ميه سخنه ما خدتش مني والله اكتر من الطبقين دول. زي ما بقولك كده، ستاره فاتحه، كفر فاتح. ايه تاني يا شيماء؟ بطاطين. ما تقوليش مش هيحصل لها حاجه، مش تقوليش هيحصل لها حاجه، لا مش هيحصل لها اي حاجه لو انت بتغسلي بطاطين في البيت. انا عملت كده على فكره، هغسل معاكم البطانيه. عملت كده، عملت ميه سخنه، مش كله سخن بس حطيت النسبه الاكبر ميه سخنه. عايزه اقولك الميه السخنه بتدوب يعني البقع والاوساخ بمنتهى السهوله. والله يا جماعه اللهم بارك، الكفر ده فعلا كان حرفيا مش باين. ليه بقى؟ لانه كان في اوضه النوم، بقول لكم ساعه العيد شلت ده وحطيت السجاده. فطبعا حته الدخول والخروج من البلكونه مع وجود حاجه فاتحه زي كده، فلازم حاجه زي كده هتتوسخ يعني. طبعا يا جماعه عايزه اقول لكم فكره بديل السجاد جميل وخفيف وسهل، وانا شايفه ان هو حلو. هو فعلا بديل للسجاد، دي حقيقه. هو مش خساره في الفلوس بصراحه. حطيتي ايه يا شيماء في الميه؟ على فكره دي ميه سخنه برضو. حطيت عادي جدا اوكسي، اللي هو كنت فضيت معاكم الكيس، فريده كانت بتصورني، كنت لسه جايباه كيس اوكسي اللي هو نسيم الشرقي ده، اللي هو الكيلو ب59 جنيه، كيلو صافي، كيلو كامل يعني.
وحطيت شويه كلوريل الوان مع الميه السخنه. الميه السخنه برضو بتساعد ان الدنيا ترغي معاكي. دي يا بنات اللي هي المقشه اللي انا كنت لسه جايباها، اللي هي الشعيرات بتاعتها ناشفه. ايه ده بجد عجبتني، ايه ده والله بجد بتنضف. إيه، استعمليها بميل كده، بس ما اعتقدش ان انت تقدري تستعمليها على سجاده، بالذات السجاجيد اللي هي سجاجيد بقى اللي هي العاليه. لكن بالنسبه لبديل السجاد او يعني الكفرات او كده، هي حلوه جدا، لاني هما يعني هي الحاجات اللي زي كده ملهاش كثافه ومش عاليه. طبعا اهتميت بالمنطقه اللي هي فيها الشراشيب دي عشان لونها فاتح. وزي ما انتوا شايفين طبعا الموضوع خد مني وقت يعني، بس انا مسرعه معاكم برضو مختصره حاجات كتير. مرة واتنين وتلاتة، ما تيأسيش، اصبري بس على البقع شوية. المهم ابتديت ان انا دلوقتي خلاص المها. بصوا انا هقول لكم على حاجه. شيماء انتي قبل كده في فيديوهات زمان احنا متابعينك وعارفين ان انتي بتغسلي في البانيو، انا مش هسيب لكم تفصيله، انا هفهمكم كل حاجه. تمام يا بنات، بس البتاعه دي بالذات عشان فاتحه بجد كنت عايزه املكها، عايزه اشوفها كلها قدامي، مش عايزه انقعها. لكن فكره البانيو ونقع السجاد في البانيو والله العظيم هي فكره جميله جميله فوق ما ممكن تتخيلوا. بتخليكي مجرد ما تنقعي السجاده يا ستي ساعتين 3 او من بالليل، بتمشي بس كده عليها الفرشه بتنضف، مش بتاخد كميه المجهود ده. بس انا دي فعلا كنت عايزه املكها. طبعا يا جماعه الفوطه اللي انا بستعملها دي اللي انا مش عارفه هي خامتها ايه، هي تحفه، بتمتص بتشرب الميه زي ما انتوا شايفين الجرده اللي اتملى في ساعتها. حاولت طبعا الم الدنيا حواليا. ما اقولكوش ان انا ما تعبتش، لا الصراحه انا تعبت، بس انا للاسف ما عنديش بديل. وكنت بحاول الم الدنيا علشان الديسبنسر كنت خايفه جدا عليه بصراحه. وفي نفس الوقت عشان افضل اجر كل ده على يعني بالمساحه، الميه هتجري تحت التلاجة وتحت السفره. فانا لميت الدنيا كده على قد ما قدرت. وبعد كده طبعا مش دي اكيد المسحه الاخيره، لا هنلمع تلميعه ايه حلوه. تعالى بقى انا هنتقم منك، انا خلاص ملكتك في الغسيل. الشطف مفيش مشكله، ابتديت ان انا اشطفه في البانيو ايه عادي. طبعا يا ملت الكفر ده كبير، اللي هو 2 في 3، اللي هو 2 في 3 ف فلا يعني اصلا انا بشوف ناس بيحطوا الحاجات دي في الغساله، مش فاهمه ازاي، بس تبقى حاجات متهيألي اصغر. بس انا شايفه انه غلط، عشان كده هي يعني هتبقى فاهمين، تبقى اسمها ايه مرهرطه كده، هتبوظ فاهميني. المهم جبت بقى جردل في ميه نظيفه، وابتديت ان انا بقى ايه، ما هو اوكي مش الدنيا رغاوي وكل حاجه، بس مش هننسى ان في تراب، يعني الرغاوي دي كان معاها ايه تراب. فالارض لما هتنشف هتبقى مش نظيفه، فحبيت ان انا ايه ألمع كده تلميعه حلوه، علشان زي ما قلتلكوا بعد ما اخلص واقعد احس براحه نفسيه. سواء تاني يوم عملت حاجه او ما عملتش حاجه، انا الدنيا حواليا نظيفه وحلوه، وبالمره الشقه اتمسحت. بس كده. لو كنتي بقى لحد دلوقتي ما حطيتيش لايك كده، يلا انزلي كده حطي لايك وشجعيني، ومستنيه كده رايكم في التعليقات وقولوا لي اتشجعتوا ولا لا. ويا رب يا بنات تكونوا فاهمين الطريقه اللي انا ماشيه بيها، ان انا كل حاجه حواليا مرتبه ومنظمه قبل ما ابتدي ان انا اغرق الدنيا. واهم حاجه ان كل حاجه تروح في مكانها. طبعا دخلت طبعا يا بنات المية كانت نظيفة بصراحة، ما غيرتهاش، دخلت بيها على اوضه النوم، لاني كنت خلي بالكم فين يا شيماء الحيطان وفين كل حاجة. هنكمل يا بنات والله، بس انا اولا تعبت، ثانيا كنت راضية جدا كده يعني عن نفسي. عملت البلكونة هعملها دلوقتي معاكم، كان استعمل مكنسة ومسحتها، يعتبر ان انا مسحت الاوضه كلها عندي تاني. غسلت الكفر، هغسل معاكم بطانيه، عملت الاكل، فطرت عيالي. طبعا في حاجات اكيد على مدار اليوم بتحصل وتفاصيل مش بتتصور، زي ما شفتوا كده عملت معاكم الكومودينو فحلو قوي، ده غير طبعا الغسيل. يعني انا مشغله الغساله 3 مرات غير الستاير. فهتشوفوا ان شاء الله باذن الله. احنا هنحاول الفيديو الجاي، بصوا يا جماعه هو ده متوقف على تشجيعكم ليا. الفيديو الجاي هنحاول ننهي اوضه النوم بقى بكل ايه تفاصيلها ان شاء الله باذن الله، بس مش عايزين بس نقاطع، بس اهم حاجه يعني دعوة حلوة منكم كده بصلاح الحال. المهم دي بقى البلكونة، كنست بالمكنسة كويس جدا عشان النجيلة ظهرها، عشان النجيلة اللي هي اللي انا حطاها هنا كانت بتاعة البلكونة الصغيرة، فطبعا هي ادمت، فالبلاستيك بتاع ظهرها بيفرول شوية على الارض، ما ينفعش امسح خالص، لا كنست الاول كله بالمكنسة وبعدين مسحت مسحة حلوة، علشان لما هحط الكفر هنشره
هيبتدي ان هو، انا عارفه ان هو هينزل على الارض في البلكونه، فلازم تبقى البلكونه ايه نظيفه، وكذلك لو هنعمل اي سجاده. دخلت مليت البانيو تاني نسبه ميه سخنه برضو عاليه، وابتديت بقى احط البطانيه الاخيره. انا كل البطاطين غسلاها وشايلاها الحمد لله، وشويه برضو مسحوق معاكي. ولازم في البطاطين والكلام اللي زي ده نضحي، ويعني نفرتك لنا ازازه كلور كده، ولا اللي هي كلوريل، يعني كلور الالوان، كلور للالوان ايا كان ماركته ايه. فيروز هنا ماما هحط مشابك، خلصت المشابك كلها على الستاره عشان هي كانت طايله الستاره الاولانيه. بصوا يا بنات الستارتين ما شاء الله رجعوا جداد لنج. نزلت ترابهم الاول زي ما قلت لكم، بعد كده دور على نظافه. وادي الكفر طبعا شطفته شطفه محترمه وسبته يتصفى خالص. بصراحه هو زي الريشه، احلى حاجه فيه ان هو خفيف جدا. بس كده يا بنات. ايه ده بجد والله العظيم الفيديو خلص، انا مش مصدقه. انا قررت المقطع ده عشان اعرف انهي معاكم الفيديو. بجد الوقت معاكم بيعدي بسرعه. مستنيه رايكم في التعليقات، يا رب تكوني اتشجعتي معايا. ما تنسيش انك تمشي بنظام، واهم حاجه وانتي بتروقي الادراج او حاجه، اي حاجه تخرجها من الدرج تروح مكانها. يعني اي حاجه مثلا في الادراج مش في يعني مثلا توك تروح في مكانها، مش عارفه حجره مش عارفه ايه تروح في مكانها. ما تقوليش مثلا روق الدرج واطلع الحاجه منه اسيبها تبهدل الدنيا تاني. خلي بالكم من الموضوع ده جدا يا بنات. بس ده كان فيديو النهارده، يا رب يكون عجبكم يا بنات. مستنيه تعليقاتكم، بحبكم جدا. ربنا يخليكم ليا ويديمكم نعمه في حياتي ان شاء الله باذن الله. استنوني في فيديو جديد، وقولوا لي ايه رايكم في ستاير البلكونات ما تنسوش. ومع الف سلامه، ولا اله الا الله.